زغلول بتصور. ايوه بصور. يلا الاكشن. نط 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 يلا يا ممثل يا مشهور. ودلوقتي يا اصحابي يا اساطير هننط اكبر نط في العالم عشان اثبت لكم ان انا ممثل مشهور. بس ثانيه واحده، انا كده مش هبقى ممثل اصلا، انا كده هبقى سندوتش لانشون. انا بقيت سندوتش لانشون فعلا. ودوني المستشفى. انت واضح انك حالة ميؤوس منها خالص. انت واضح ان حضرتك في غيبوبة لمدة بس كام يوم وانت وقعت. اقسم بالله انت وقعت في الوقت المظبوط. ايه ده انا فين؟ انا واضح ان انا في غيبوبة من الوقع بقالي 3 ايام ولا 4، بقالي كام يوم حوالي. خليني طبعا اطلع اشوف الشارع. يلا خلينا اطلع. وصل حضرتك انا معايا حالة. معاك حالة؟ انت مريض؟ ايه ده؟ هو الدكتور هو اللي قاعد على السرير؟ حضرتك انا معايا حالة ميؤوس منها. انت المريض وهو الدكتور. انا مش فاهم حاجة. حضرتك شكلك اطرش. بقول لك يا عم انت ولا يا عم انت، انا معايا حالة. ما انا بقول لك انت المريض هو الدكتور. انا مش فاهم حاجة. انتوا هبل يا جدعان. هبل ايه بس؟ انا معايا حالة ميؤوس منها. اقعد يا دكتور هنا اقعد. انت عندك ايه حضرتك؟ انا عندي كحة وعطس وعايزة اتعالج وعندي برد. واضح انك عندك حالة محتاج ليها دواء بس خفيف. ونسيت بس اقول لك حاجة. انا دراعي بعد ما في عربية بس مجنونة خبطتني تقريبا. انت مش شايف حضرتك ان دراعي بوشي اتكسر خالص وتعور خر دم؟ صح. ده محتاج عملية. واو يا اصحاب الاساطير، ايه الناس المجنونة دي؟ وانا ناقص يا جدعان؟ ايه الناس المجنونة اللي في المستشفى دي؟ والله ما عارف. خلينا نطلع. مش خلينا نشوف المدينة من بره بقى. ياه، واضح ان انا بقالي كام يوم غايب. واضح ان في يوم لسه بيبتدي من جديد وانا بقالي كام يوم غايب. ده اليوم تقريبا الخامس ولا انت مجنونة حضرتك؟ والله ما عارف ايه الجنان اللي احنا فيه ده. مش عارف. سلم نفسك احسن لك. سلم نفسك بدل ما تخرج بالنار. يلا سلم نفسك وارفع ايدك دلوقتي وهات الفلوس اللي معاك. يا بيه انا ما عملتش حاجه. هو ما فيش حراميه تدافع عن المدينه؟ او ماي جاد. هو حضرتك بتعمل ايه؟ هو مش حضرتك الشرطي؟ ايه ده؟ واضح ان في واحد اسرقه. طلع يلا كل الفلوس اللي معاك. يلا ماليش دعوه. وانت ايه ده؟ انت مش دكتور؟ المفروض ان انت جوه المدرسه، جوه المستشفى. وانت يلا طلع الفلوس اللي معاك. انت ما تعرفش ان في حراميه بتدافع عن المدينه ولا ايه؟ ارفع ايدك لفوق من غير اي كلام. طيب حاضر ما تموتنيش. يلا بينا على مقر الحراميه عشان تتسجن. يلا قدامي يا حضرة الظابط. الظابط ايه؟ قدامي يا ظابط يا مرتشي. ظابط مرتشي انت كمان قدامي بدل ما تخرج بالنار. قدامي. حاضر يا عم. او ماي جاد انا شكلي هتشل. هو بيقول رايح يسجنه في مقر الحراميه، وبعدين تاني حاجه هو الحرامي اللي بيدافع عن المدينه والشرطي هو اللي بيسرق. ده في حاجه غلط بقى. ده الناس مجانين بقى النهارده. الناس عندهم نفوخ عقل ما شاء الله. يعني الناس عندهم نفوخ عقل مش عارف ايه ده. يلا خلينا نروح اروح فين؟ مش عارف والله. يا ترى. اوكي يا اصحابي يا اساطير، سوري انا اسف عشان لا شكلي انا كنت محضر فكره فيلم وشكل الناس مجانين النهارده مش عارف فيهم ايه. سكان بروكهافن كلهم مجانين النهارده مش عارف فيهم ايه كلهم. يعني الضابط بيسرق والمريض هو اللي بيكشف على الدكتور. دي حاجه يعني. خلينا نشتري. حضرتك انا عايزه اشتري شيبسي. حضرتك انا مستنياك بقالي كتير قوي. ممكن اشتري شيبسي النهارده؟ ممكن اشتري شيبسي من السوبر ماركت بتاعك ده؟ يلا دلوقتي حالا بعلي.
هاي استني بس قولي تاني. حضرتك ايه ده؟ انت ما بتسمعش ولا بقول لك يا عمو؟ ممكن تبيع لي يا عايزه اشتري تفاحه، ممكن تبيع لي تفاحه؟ ده انت صاحبة السوبر ماركت. اوف، عدالي التفاحه ولا امشي؟ ده انت المفروض اللي تبيعي لي. انا ماشيه بقى، انا زهقت. معلش يا اصحابي يا اساطير، شكل فكرة اكبر ممثل مشهور مش هتتعمل النهارده. شكل كل سكان بروكيفن مجانين النهارده شكلهم. يعني انت حضرتك، يعني بص انا عايزه اديكم مثال. هو صاحبة السوبر ماركت هي اللي بتبيع ولا هي اللي بتشتري من السوبر ماركت؟ والله ما فاهمه، انا دماغي هتتجنن. اهم حاجه بقى انا ماشي. وانتي يعني تروح السوبر ماركت ليه يا حاجه؟ وبعدين بالسكوتر ده انا خلاص هتجنن منكم. ايه السكان المجانين دي؟ و باع لي حضرة البيت. اديني اي فلوس يا بيه، اديني اي فلوس يا بيه، عايز اصرف على عيلتي يا بيه. عيلتك استنى معلش، هو انت مش مستر دهبي؟ المفروض ان انت مستر دهبي صح؟ ايوه انا مستر دهبي، وعشان كده انا بشحت. اه لا معلش يا اصحابي يا اساطير، شكل الدنيا بس اتجننت النهارده. يا بيه عايز فلوس، يا بيه عايز فلوس والنبي، عايز فلوس، ابوس ايدك، عايز اصرف على عيلتي، انا راجل غلبان. اه الحاجات الاكسسوارز الغاليه اللي حواليك دي تحل مشاكل كواكب، مش مشاكل عيله بس. ما شاء الله. يا بيه ادينا فلوس. امسك الفلوس يا عم. ايه يا بيه؟ شكرا. بقول لكم يا اصحاب اساطير، ينفع بس خلاص يعني ينفع بس يا اصحاب اساطير افور من الغباء ماشي؟ عشان سكان بروكيفن مش عارف مالهم متعبطوا ومش عارف ازاي. انت يا مرجيحة انت كمان تتحركي لوحدك ليه؟ عليك عفريت؟ هي بروكيفن مالها النهارده؟ ايه ده؟ خلينا نروح للملجأ، نروح يلا. اوه ماي جاد، ايه ده؟ هو انت ادم جيمنج 12 ولا انت مجهول؟ ها يلا قولي. وبعدين انت لونك ليه مش فاهم؟ هو انت ليه لونك احمر؟ ها انت ليه لونك احمر؟ انا عايز افهم بس. وتاني حاجه يعني بس اقف. خلاص وقف. انا مش ناقص غباوة على الصبح، علشان انا اليوم متطربق على دماغي. مش ناقص انا غباوة منكس على كده. مش عارفه اقول لك ايه بصراحه. يا ادم جيمنج، طب هو انت ليه رقمك اسمك هو انت ليه اسمك ادم جيمنج 12 وانت رقمك على شكل رقم 8؟ ها انا نفسي اعرف. طبعا يا اصحابي يا اساطير، اللي معروف عن زغلول ان هو شاطر اوكي وذكي، بس طبعا هو باين غبي ومش عارف اي حاجه في اي حاجه. يعني ايه اي حاجه في اي حاجه؟ ها ينفع تجيب لي مكعبات؟ ينفع تجيب لي ملجأ؟ ها ينفع ولا ما ينفعش؟ ادم ايه ده؟ انت مين؟ ها وبعدين انت عارف ادم جيمنج منين؟ ها قول لي انت عارفه منين؟ هرفع لك المسدس واموتك اقسم بالله. اهو هجيب لك المسدس من وسط ده كله هموتك. قول لي انت مين احسن لك؟ اهدى، ده كنشريش انا ادم جيمنج. اهدى كنشريش يا مجنون. طبعا كنشريش عارف كل حاجه في كل حاجه، فباين ان هو مبينني مجهول وعايز يموتني. روح يا مجنون، لا انا هقتلك. امسك. واضح انكم مجانين. وانا عايز اعمل بيبي في البوت يا عامه. هو انت ايه؟ جيب لي شوكولاته. انت يا عمو يا كبير، انت جيب لي شوكولاته يا عمو يا كبير، انت لقد السقف. انت جيب لي شوكولاته. نعم انت شايفان يا مس بنهاية عالي شويه. بلاش الاستعباط اللي فيكوا ده يا جدعان. وفي ايه؟
انا بقولك يا عم هتجيب لي شوكولاته خلاص هسامحك، هتجيب لي شوكولاته انا هبقى مقموصه منك. مقموصه مني؟ بالنسبه لها عالي شويه، انتي عندك مخ يعني وكبيره ما شاء الله. مين دي اللي كبيره؟ انت اللي كبير يا عم. وانت انا كبير عامه؟ ماشي، انت شكلك عبطتي النهارده. هما كده اصحاب اساطير، والله ما فاهم انا ايه الغباوه دي ولا ايه العباطه اللي احنا فيها دي، مش فاهم انا والله العظيم. يعني بص، ده انا عايزه اموت نفسي، عايزه انا اموت نفسي. كلهم مجانين النهارده يعني. انا فهمت كل واحد. انا استكشفت حاجه، الدكتور اللي المفروض يعالج المريض بيعالجه. انا عارف العمده كويس، انا عارف كل حاجه. واضح ان كل ده تقريبا بيعملوا تحدي، كل واحد يعمل مهنة على عكس مهنته، عشان كده الضابط راح يسرق. ماشي، فهمت كل حاجة. اقسم بالله ايه ده؟ فين البتاع؟ اقسم بالله لا لاجي اربيكوا كلكوا. لا 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 لا. ايه يا عمو يا كبير؟ انت شكلك كبير قوي، انت شكلك كبير قوي. ايه ده؟ انت شكلك كمان عجوز يا بني يا عمو يا عجوز، مناخيرك قد الكوس. هو انت حضرتك يعني انت مش شايفه نفسك؟ هو انا عجوز؟ طيب انا عجوز، طيب انا عجوز، طب انت شايفه نفسك ايه؟ انا على فكره هبعت الصوره ديت وهقول لاحفادك ان انت كل شويه تتريقي وتقولي ان انت وانت بتهزقي نفسك قصادي. انا رايحه اقول لماما. هو يلا امشي. الحيوان الاليف بتاعي لازم يبقى نشيط. هو لازم الحيوان الاليف بتاعي لازم يبقى نشيط. هو يلا اتمشى كمان، خلي بالك اجي كده عشان الطريق. انا دافع فيك 500 جنيه يا عم انت. هو خلاص ما تقعدش تنطط، انا عارف ان انت جعان. لا 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 ستوبينج لحد هنا. كده مش طبيعي، كده مش طبيعي. انا هتجنن. طبعا دي طبعا من الامثله العاديه، طبعا لما تكون كل حاجه بالشقلوب دي طبعا الامثله المثال العادي طبعا ان الحيوان الاليف هو اللي بيمشي والانسان هو اللي بيحبي. دي حاجه طبعا عاديه جدا وطبيعيه. ده انا هتجنن. بقولك يطلع كل حاجه اللي معاك. بص انا هسرقك، يلا خد الفلوس دي عشان تثبت ان انا بسرقك. امسك. انت سرقتني يا مامي، يا مامي ظابط، يا مامي ظابط بيسرقني. اديتك الفلوس اهي زي ما انت عايز، زي ما انا سرقت قصدي. لا بصوا انا هتجنن اقسم بالله. امريلي انا هتجنن واخبط راسي في الحيطه عشان اصحى اقوم من الغيبوبه. تقريبا انا لسه في الغيبوبه، انا هقوم من الغيبوبه دلوقتي. ايه ده؟ انا مش في غيبوبه اصلا. ايه ده؟ اوه لازم دلوقتي الوقت الحالي ان العصفور يصطاد فيها انسان. اهو في انسان بيطير اهو. سيو 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 سيو. امسك. سيو 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 سيو. حتى البشر بقوا يصوصوا بقى زي العصافير. لازم العصافير دي تصطاد انسان. لازم العصافير دي تصطاد انسان عشان العصافير تاكلهم. لازم طبعا. بس 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 بس. لازم السمكة تصطاد دلوقتي في الوقت الحالي ده وقت كويس جدا ان السمكة تصطاد فيها انسان. لازم طبعا ارمي التفاحة ديت. طبعا مش عارف يتنفذ. او ماي جاد، هو في ايه النهارده؟ هو المدينة كلها مجانين ليه النهارده؟ طعام اكل. تعالى
طبعا هو بينط كده عشان مش قادر يستحمل. ماشي يا اصحابي يا اساطير. طبعا هو بينط كده عشان مش قادر يستحمل. اوه ماي جاد. اوكي يا اصحابي يا اساطير، سوري عشان شكل النهارده مدين بروكيفن، وبروكيفن اصلا كلها مجانين شكلها النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، مش عايزكم تتجننوا معايا بس سوري. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، كرشوا اللايك والاشتراك والسلام. اشوفكم في فيديو جديد ايه بس ما نخلص من القرف اللي احنا فيه ده. يلا سلام عشان اتجننت. سلام دلوقتي.